حسب المصادر اللي عنا من توغاي، لاعب الترجي اللي تألق مع المنتخب الجزائري في مواجهته الأولى قدام غينيا رفض فكرة الاحتراف في الميركاتو الحالي رغم تلقيه عروضا كبيرة، وكذلك خبر عدم تكرار نفس اخطاء عبد القادر بدران والياس الشتي وندمهما على الاحتراف والتخلي عن فريق باب سويقة. وما دمنا في أجواء مكشخة، فقد تأكد بذلك حول تواصل عملية الغربلة في الفريق، وبعد إعارة المستقبل سليمان اللاعب بذلك قد تكون هنالك اختيارات أخرى ما قبل غلق الميركاتو الحالي أو حتى في الميركاتو الشتوي لأسماء المغادرة والأسماء القادمة. وبقي نؤكد أنه في الختام البشير بن سعيد كذب كل الإشاعات، وإن كان السند الأول لأمان الله مميش في المواجهتين للمنتخب الوطني، وأنه ما فماش حتى إشكال ما بينه وما بين زميله في الترجي كذلك والمنتخب الوطني. توازيا نحكيه على هدف مارادوني رائع من يوسف البليلي مع الترجي استعدادا وتحضيرا لاستئناف البطولة وباقي المحافل القارية مع الترجي، وذلك في فترة التوقف الدولي. الترجي استغلها للتجهيز بقيادة جارتوزو، وين لم يتوقف البليلي في نثر السحر متاعه منذ عودته لصفوف الترجي خلال فترة الميركاتو قادم من نادي مولودية الجزائر، برغم مخزون الفني المعروف والبعيد على النقاش والتشكيك، واللي ساعد المولودية بشكل كبير على استعادة ذكريات التتويج بلقب البطولة الموسم اللي فارت. غير أنه النجم الجزائري سجل غيابه في آخر معسكرات الخضر للمنتخب، وما تلقاش يوسف البليلي الدعوة من النخب الوطني السويسري في آخر معسكرين، واللي حقق فيها الفوز المحاربون على غينيا الاستوائية نهار الخميس الماضي بثنائية في انتظار باش يأكدوا انطلاقتهم المميزة في تصفيات كأس أفريقيا. المواصلة بالنسبة للبليلي مع الترجي منذ عودته للمرة الثالثة لحديقة حسن بالخوجة الخاصة بفريق الدم والذهب في لفت الأنظار، وكذلك الاهتمام في كل موعد جديد، انه كان بشكل ودي ورسمي كان يتألق برغم بدايته المتأخرة نسبيا في تحضيرات الفريق. ونذكروا انه يوسف بليلي سجل بعد فترة تحضيرية مثمرة بداية مميزة ضد منافسات الموسم الجديد، ونسم بهدف جميل جدا من ماركته المسجلة وتمريرة حاسمة في أولى خرجات الترجي قدام اتحاد تطاوين في مواجهة انتهت على ثلاثية نظيفة للعملاق العاصمي في البطولة محارب الصحراء. لما ينتفي بذلك فبعد الظهور الرسمي اللول المميز استمر في التألق خلال الوديات وفي ماتش استعدادي للاستحقاقات اللي باش تجرى. فريق باب سويقة كان منظم في ماتش مع الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة بنتيجة 9-1 تألق فيها البليلي بمردوده المبهر وبهدفين احدهما من فاصل مارادوني لا يعرف سره سوى ابن بذلك وهران. ابداعات يوسف البليلي وانطلاقته القوية مع الترجي ارتفعت بسقف الامال الترجية مع بداية الموسم، وين يعمل الجمهور الأحمر والأصفر أنه يكون نجمهم المحبوب في قمة العطاء الفني من أجل مساعدة الفريق على إشلاء للتتويج باللقب الخامس لدوري الأبطال والبصم على مشاركة تاريخية في مونديال الأندية المنتظرة واللي تحتضن الولايات المتحدة إن شاء الله بالتوفيق للترجي.